ازيكم حبايبي. انا النهارده جايه اعمل معاكم طريقه الفايش على اصولها. الفايش بقى الصعيدي من اصل الصعيد. طريقتها سهله وبسيطه. هنبتدي بس ان لو عندك سمسم، عندك حمص بتاع العطار، الحمص ده لا تستخدميه. انا بس عندي سمسم هحمصه شويه زي ما انت شايفه بالطريقه دي. على فكره نتيجه الحمص زي السمسم، بس انا بحب السمسم اكتر، طعمه احلى. وفي ناس كمان بتعمله بالعدس الاسمر، بس بيبقى شغلانه. هو السمسم احلى حاجه. عندك هنا برطمان تعقميه كويس زي ما انت شايفه كده بميه سخنه، بس تنزلي بواحده واحده عشان البرطمان ما يتكسرش منك. بعد ما عقمه علشان ما طلعش منه اي ريحه ويضر الخميره. عندي هنا كوبايه لبن ونص تقريبا، والسمسم طحنته نص طحنه، مش طحنه جامد يعني. واللبن هكون غلياه جدا جدا، وزي ما انت بتشوفي كده اول ما بيغلي اشيله واحط تاني، اشيله واحط تاني. كل الغليان ده بيعقم اللبن برضو. انا كل ده بعمل عملية تعقيم للخميرة نفسها. حطيت 3 معالق كبيرة سمسم وعليها الكوباية والنص من اللبن، واقفلها كويس جدا. احطها في مكان دافي، في دولاب، في مثلا في الفرن بس مطفي. المهم يكون مكان دافي علشان يساعد على التخمير. زي ما انت شايفه هنا جبت زي حله وحطيت فيها فوطه من تحت وفوطه من فوق، وغلفت الازازه. سبتها قعدت تقريبا معايا في التخميره ما يعادل تقريبا 25 ساعه. طبعا احنا في الشتاء والجو ساقع، لو انت في الصيف تقريبا بتاع 13 ساعه. جيت هنا طبعا دلوقتي برضو بعقم كل حاجه زي ما قلتلك علشان مش عايزه ان الفايش يبوظ مني. معايا هنا 1.5 كيلو من الدقيق، هاخد منه كوبايه واحده بس زي ما انت شايفه، ولا هضغط فيها ولا هعمل اي حاجه. انا هخليها هرميه، وبعد كده بظهر المعلقه انزل الزياده. انا عايزه الكوبايه دي اشيلها على جنب، هحتاجها فيما بعد. بعد 25 ساعه بصي نتيجه التخميره بتاعه السمسم باللبن. الميه من تحت وفصلت، والسمسم من فوق. طبعا زي ما شايفاني كده بفتح العلبة بالعافية، لان هي مسكت جامد من كتر التخميرة بتاعتها. حطيتها في حاجة عشان ابتدي اعمل التخميرة رقم 2. انا عملت التخميرة الاولانية اخدت حوالي 25 ساعة. التخميرة التانية الكوباية اللي انا فصلتها على جنب هحطها مع التخميرة الاولانية، ودي هتبقى رقم 2. زي ما انت شايفة قوامها كده بالطريقة دي. هحاول برضو اغلفها بالفويل زي ما انت شايفة كده، واروح بعد كده برضو مغطياها واحطها في الفرن او اي مكان دافي. دي قعدت تقريبا برضو معايا 2.5 ساعة. نيجي للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة اخدت 2 كوباية من اللبن، هخليهم زي السخونة بتاعتهم زي دمعة العين، مش سخنة قوي. ومعايا معلقة ملح، معايا 2 معلقة من الكركم، ودي اللي هتدي اللون للفايش. ويا ريت طبعا تختاري نوع يكون كويس. ومعايا 2 معلقة برضو كبار من السمسم اللي محمصته برضو، ودي هدخلها جوه العجينة. معايا كوباية، يعني مش كوباية كاملة الا ربع من السكر. طبعا هتقولوا لي مفروض ان الفايش ما يستخدمش سكر، بس انا حبيت ان يدي طعم التسكيرة شوية. ومعايا برضو كوباية سمنة هبتدي اعجن بيها، ودي في النهاية. بعد تقريبا برضو 2.5 ساعة تقريبا او 3، لقيت ان التخميرة رقم 2 ابتدت، بصوا شايفين ترتفع ازاي. وحتى ان انتوا هتلاقوها باينة فيها عيون، لما تشوفي عيون كده فيها زي ما انت شايفة كده. وحتى تلاقيها لسه فيها الفقاقيع شغالة شمال ويمين. دي كده الخميرة بتاعتك ناجحة. لو حسيتيها ما جاتش معاكي بالطريقة دي، ما تبوظيش بقية العجينة واعملي تخميرة من جديد. لكن هي كده الطريقة دي بالمقادير اللي بقولك عليها مظبوطة وجميلة جدا. هحط بقى اللبن اللي قلتلك دافية مش سخنة، وعليها الكركم والملح والسمسم والسكر، وهقلبهم مع بعض. ونيجي بقى ايه، نحط التخميرة رقم 2. تمام، نحطها فين؟ مع اللبن، وندوبهم مع بعض.
عايزاكي تبصي لكل خطوة كويس قوي. يمكن خطواتها مش كتيرة بس بتاخد وقت طويل شوية. وهبتدي احط كمية الدقيق ونص اللي هو الكيلو ونص اللي ناقص منهم كوباية. بس برضو انا مش هحط كله لاني بيختلف من دقيق لدقيق. فانا حطيت كمية في الاول وبعد كده بسيب حبة في النهاية لحد ما اتأكد. ولكن يعني المرة دي اخد تقريبا الكمية كلها مظبوطة، الكيلو ونص اللي هي ناقصة منها كوباية. هعجنها كويس لحد ما اتأكد ان الدقيق داب، وهبتدي احط الكمية التانية لان كل ده انا بعمل يعني زي ما قلتلك مش عايزة انزل بالدقيق كله عشان ما الاقيش ينشف مني. بس افرض نشف مني هزود مية سخنة، وافرض حسيتها مايصة مني او يعني مش ماسكة نفسها شوية هزود جزء دقيق. بس هي دي المقادير دي مظبوطة. الكيلو ونص عليهم كوبايتين لبن، عجنتهم كويس جدا، وهتلاقيها في ايديكي كده يعني طرية كده وهشة من يعني تقعدي تعجني كتير معلش هتتعبي شوية. ولكن او لو عندك عجانة، انا طبعا بعملها بايدي علشان اسهل عليكم، ما حدش يقول انت عملتيها بعجانة طب احنا ما عنديش عجانة. فحبيت ان انا اوريكي ممكن اعملها بايدي. بتاخد وقت شوية بس النتيجة جميلة جدا. في النهاية خالص بعد ما اتأكدت ان الدقيق كله اختفى حطيت كوباية السمنة. واهم حاجة ان انت تختاري نوع السمنة يكون نكهته حلوة، علشان الفايش اساسه هو السمنة. يعني لو اخترتي نوع مش قد كده مش هيطلع ريحة الفايش حلوة. يعني خلي بالك برضو من النقطة دي. هقعد اعجن فيه، ما تقلقيش حتى لو لقيتي ان تقولي ايه ده السمنة كتيرة، لا لا لا، انت اقعدي بس اعجني فيها كتير. شايفة ازاي هشة وطرية؟ قعدت اعجن فيها ما يعادل تقريبا 15 دقيقة لحد ما اتأكدت ان هي كده تمام وخلاص قوامها كويس زي ما انت شايفة بالطريقة دي. حطيت بس نقطة سمنة من فوق عشان الوش ما ينشفش، وغطيتها برضو تاني وهسيبها تخمر. بصي بجد بجد يعني من غير كلام، بصي يعني قد ايه العجينة جميلة لدرجة خرجت بره الحلة اللي انا يعني كنت شغالة فيها. بصي يعني انا لو سبتها تاني كانت هتخمر تاني. انا في التخميرة دي اخدت معايا تقريبا 3 ساعات لاني كنت حطاها في الفرن. طبعا انا عندي هنا الجو ساقع جدا، يعني لو سبتها بره ما كانتش هتخمر خالص. يعني احنا درجة الحرارة 1 دلوقتي، ولكن انا سخنت الفرن وبعد كده سبتها تهدى عقبال ما عجنت العجينة، وبعد كده رحت مدخلاها فيها فكانت يعني شوية مش سخنة ومش دافية وخمرت معايا كده. هنبتدي بعد كده الصاجة دي برضو عقمتها بمية سخنة قبل ما اشتغل. وخلي بالك كل حاجة تعقميها بمية سخنة علشان تشيلي منها اي يعني حاجة تضيع طريقة عمل الفايش بطريقة كويسة. دهنتها سمنة تمام، والصينية يعني دهنتها سمنة وابتديت اعملها صوابع زي كده. الزقي الصوابع في بعض. خدي بالك ان انا حاطه طبق سمنه اهو، بحط ايدي في السمنه الاول وبعد كده ابتدي امسك قطعه قطعه. مهما حطيتي العجينه كده جنب بعض ما تخافيش، ما تقوليش ان هو مش يعني كده هيلزق، لا هو عادي حتى لو لزق، بس بعد ما يستوي هتفكيه حتى بايديكي. هتلاقي من كتر السمنه اللي موجوده جوه العجينه واللي بعجن بيها كمان هتخلي الاجزاء دي تنفصل عن بعض بعد ما يستوي عادي. يعني اهم حاجه زي ما قلت لك تعقمي الصواني، لان ممكن الصواني دي تكوني كنت استخدمتيها في بسكوت نشادر او اي حاجه تانية. فدي طبعا في كتير بيقولوا لي ان الفايش بيبوظ من الحاجات اللي انت كنتي تستخدميها قبل كده في الصينيه ومش معقمه الصينيه كويس. زي ما انت شايفة كده انا ما بحاولش اسيب فراغات في الصينية. يعني حتى من تحت لو اخدتي بالك من فوق عاملة كل الصوابع بالطول، نيجي من تحت هعمل بالعرض، لاني انا لو سبت اي فراغ على فكرة يا جماعة من تحت هتلاقي التخميرة بتاعت العجينة ديت هتلاقيها تسرح لتحت. يعني هيبقى الاطوال متفاوتة مش مقاس واحد. فانت كده بتحكمي الصينية من فوق وتحت. برضو هغلفها تاني وهحطها تخمر تاني. يبقى دي كده الرابع مرة بنخمر العجينة بتاعت الفايش. هاخد هنا العجينة اللي فاضلة هقسمهم على صينيتين، واحدة مستطيلة زي ما انت شايفة كده بتاعت السويس رول او حاجة،
وهعمل واحدة تانية في صينية مربعة، اسفة مش مربعة مدورة، اللي هي بتاعت الكيكة. زي ما انت شايفة كده. هبتدي ان انا الفها كويس واحطها على شكل الرول في الصينية دي. وما تقوليش ان العجينة كده صغيرة مش هتكفي، لا، هتلاقيها كفت وفاضت. وما تحاوليش تضغطي جامد على العجينة، سيبيها براحتها هي لوحدها تفرش. يعني انا طبطبت بسيط لكن سبتها لوحدها بتفرش، زي ما انت شايفاها كده ازاي فرشت. والصينية الكبيرة شفتي ازاي العلو بتاعها قليل، دلوقتي لما خمرت فاضت بره الصينية. يعني انا بوريك اهي ارتفعت الخميرة مرة تانية، او العجينة قصدي مرة تانية بعد التخمير فوق الصينية. وادي الصينيتين التانيين بعد التخمير عليت جدا. دخلتها على فرن، سخنت الفرن الاول اثناء ما انا بعملها، وبعد كده على 200، وبعد كده نزلت الفرن على 180، سويتها على 180 وطلعت بالمنظر ده. شوفي يعني جميلة ازاي وحلوة وطرية جدا جدا جدا. يعني هوريكي انا وبقطعها طرية قوي قوي قوي. يعني فعلا التخميرة لما بتكون خطواتها مظبوطة ومشيتي على الخطوات بالظبط هتلاقيها رائعة. وادي الصينية الكبيرة هبتدي ان انا اقطعها قدامك. طبعا من كتر ما ان هي طرية يعني خايفة تتفرول من ايدي، فبقطعها بالراحة واحدة واحدة. وعلشان ابتدي بعد كده لسه الخطوة اللي احنا هنبتدي ان احنا ندخلها الفرن، ان احنا ننشفها. طبعا الدرجة دي تعمليها على درجة 140 على نار هادية، وتسيبيها يعني تاخد درجة النشفان. وطبعا تقلبيها مرة شمال مرة يمين بالطريقة دي. ادي اللي مدورة حبيت اوريك ازاي برضو بتتقطع بالطريقة دي مستطيلات. وهندخلها برضو الفرن، سواء بقى شكل الرول، سواء شكل المدور ده، سواء عملنا زي الفايش الاصلي بتاع الصعيد صوابع كده، كله بالطريقة دي هيطلع كله شكل واحد في النهاية. انا حبيت اوريكي اشكال عشان ما تصعبيش على نفسك. يعني مش شرط ان انت تعملي صوابع، ممكن تعملي في الصينية زي كده مدورة مستطيلة اي حاجة وتبتدي تشكلي. ادي معاكي اهو الكبيرة بعد ما استوت اهو. شايفة بوريكي انها بتتفصل على طول، يعني هي مش محتاجة، بس انا عشان كنت خايفة عليها انها طرية فابتديت بالسكينة واحدة واحدة كده افكها. ولكن انا ممكن ان انا اعملها بايدي عادي، لانها تتفصل، ان هي مليانة سمنة فبتتفصل بسرعة. سامحيني ان انا طولت عليكي في الفيديو، بس بصراحة ليها خطوات كتيرة فمش قادرة ان انا اخلي الخطوات تعدي بسرعة من غير ما تكوني عارفة التكات البسيطة اللي هتساعدك ان الفايش يطلع جميل ومظبوط. بصي طلعت معايا قد ايه الكمية، الكيلو ونص تقريبا 4 صواني. يعني حتى كميتها فيها بركة، فيها كتير الحمد لله. يعني لما بتكون التخميرة بتاعتها ناجحة ما بتلاقيهاش مكبوسة ولا حاجة، ولا تلاقيها متفرولة، بل بالعكس. يعني شايفة ازاي المنظر جميل. وادي دي كده بعد ما استوت واخدت منظر النشفان بتاعتها، شوفي جميلة ازاي. يعني بجد دي بقى اصول الفايش بتاع الصعيد بجد. يعني هيعجبك لو اتبعتي نفس الخطوات. واشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.